هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، متابعي إذاعة أرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 2 أغسطس. وقبل بدء برنامجنا لهذا اليوم أنوه إلى أننا في إذاعة أرنا سوف نتوقف وخلال شهر أغسطس الجاري عن تقديم برنامج تعليق على الحدث، وذلك لأسباب فنية، بينما يستمر البث يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع ضمن برنامجي متابعات ونافذة ثقافية. أهلا ومرحبا بكم مجددا. وفي مستهل برنامجنا لهذا اليوم نقدم لكم نشرتنا للأخبار، وبعد نشرة الأخبار وفي مواصلة للبرنامج الذي قدمه زميل أحمد شريف يوم الأربعاء الماضي حول مؤتمرات الشباب في كل من ألمانيا والسويد، يلتقي اليوم ولمزيد من الأضواء حول هذه الأنشطة الشبابية الحيوية مع الأستاذ عثمان وتحجاج ليتناول معه مخرجات مؤتمر ستوكهولم الشبابي الأخير. وقبل ذلك مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، أقدم لكم نشرتنا للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. أوامر بلدية بإيقاف معامل تعبئة المياه في إريتريا. إدانات واسعة لقتل الأطفال بمدينة الأبيض السودانية. ارتفاع معدلات الفقر في مصر. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرنا. هذه إذاعة إرنا. تفيد مصادر إذاعة أرنا من الداخل بأن إدارة البلدية المحلية أصدرت أوامرا بإيقاف مصانع تعبئة المياه من العمل، ولم تحدد المصادر أسباب المنع والمدة الزمنية التي يسري خلالها. وقالت المصادر بأن السلطات فرضت رقابة مكثفة كذلك على الأطعمة والمياه الداخلة إلى البلاد بالتهريب من إثيوبيا والسودان. وكشفت نفس المصادر بأن التجار بدأوا في بيع قنان المياه بصورة سرية وبأسعار عالية خاصة للإريتريين القادمين من الخارج. وأضافت بأن كثير من الأسر بدأت في استخدام الشب في تنقية مياه الشرب، والتي يتم تخزينها في براميل لفترة زمنية طويلة. أعدان صندوق الأمومة والطفولة التابع للأمم المتحدة اليونيسيف استخدام الرصاص الحي في قتل أطفال المدارس في يوم الاثنين الماضي في مدينة الأبيض السودانية. وكان جنود من قوات الدعم السريع قد أطلقوا النار على أطفال متظاهرين في المدينة، مما أدى إلى مقتل 8 منهم على الفور، ووفاة مواطن آخر حاول منع الجنود من إطلاق النار على الأطفال. وأدان المبعوث الأفريقي للسودان محمد الحسن واللبات نفس الأحداث، وقال أن الاتحاد الأفريقي يرفض بشدة ممارسات القتل ضد المحتجين السلميين، مشيرا إلى ضرورة تقديم الجناة إلى محاكمة عادلة حتى ينالوا عقابهم. ودعا المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير إلى المسارعة في توقيع اتفاق الإعلان الدستوري تمهيدا لتشكيل الحكومة المشتركة. وإزاء تصاعد الضغوط المحلية والدولية، قال مسؤول اللجنة الأمنية في المجلس العسكري الانتقالي جمال عمر أنه سيتم تسليم الموقوفين من أفراد الدعم السريع للنيابة العامة شمالي كردفان لاستكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة. وكان تجمع المهنيين السودانيين قد طالب والي ولاية شمال كردفان بمحاسبة المتورطين في أحداث مدينة الأبيض، مؤكدا سلمية المظاهرات وحق المواطنين في الخروج للتظاهر. قالت البي بي سي في خبر لها من القاهرة بأن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أعلن عن ارتفاع معدلات الفقر في البلاد لتصل إلى 32.5% من عدد السكان الإجمالي بنهاية العام المالي 2017 و2018، مقابل 27.8% لعام 2015 و2016. وقالت وزير التخطيط المصري السيدة هالة السعيد
أن السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات الفقر بنسبة 4.7% خلال الفترة بين عامي 2016 و 2018 هو تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في الفترة ذاتها، وهو ما تطلب تكلفة على المجتمع والدولة المصرية حسب قولها. وتصدر صعيد مصر جنوب البلاد قائمة المحافظات الأكثر فقرا في الجمهورية، حيث سجلت محافظة أسيوط نسبة فقر بين مواطنيها بلغت 66.7%، تلتها محافظة سوهاج بنسبة 59.6%، ثم الأقصر بنسبة 55.3%، والمنيا ب54%، ثم محافظة قنا ب41%. في المقابل كانت محافظات بورسعيد والغربية ودمياط شمالي مصر ضمن المحافظات الأقل فقرا. وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من 46 قرية في محافظتي أسيوط وسوهاج بصعيد مصر تتراوح نسبة الفقر فيها بين 80 إلى 100%، فضلا عن معاناة 236 قرية في سوهاج من الفقر، وهي نسبة بلغت 87% من قرى المحافظة، مما جعلها تسجل النسب الأعلى بين أفقر 1000 قرية في مصر. هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، بهذا الخبر الاقتصادي من مصر نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. أوامر بلدية بإيقاف معامل تعبئة المياه في إريتريا. إدانات واسعة لقتل الأطفال في مدينة الأبيض السودانية. وارتفاع معدلات الفقر في مصر. استمعتم مستمعي ومستمعات الأفاضل فيما مضى إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أتمناها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة إرينا الدولية في باريس نلتقيكم سادتي في حلقة جديدة من برنامج متابعات، ونتابع اليوم سادتي تحركات الشباب وتطلعاتهم وشعورهم غير الجديد. طبعا يعني الشباب دوما هم في الريادة والشباب الرهان عليهم. وقبل أيام تناقلت الأخبار أنه التأم ملتقى الشباب الإريتري المستقل في ستوكهولم ليوم واحد، وقبل ذلك كان في شهر يونيو الماضي كذلك مؤتمر الشباب الإريتري المستقل. ومواصلة للحلقة السابقة التي قدمناها لكم سادتي في هذا البرنامج، أيضا نلتقي اليوم بأخونا الشاب الأستاذ عثمان ود حجاج، اللي هو عضو قيادي شبابي في الشباب الإريتري المستقل في ألمانيا، ولكن كان شارك في المؤتمر اللي سنبدأ الحديث عنه. أبو عفان، كل سنة وأنت طيب ومرحب بك. أنا بقول لك كل سنة وأنت طيب لأنه هذا عيد بالنسبة للشباب في تقديري، وبنقول لك مرحب بك في إذاعة إرينا. هذه إذاعة إرينا. صحيح، هو عيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد شريف، شكرا لكم وشكرا لإذاعة إرينا لتسليط الضوء على الحراك الشبابي. وأنا بصراحة سعيد جدا أنه الآن بدأت الإعلام والشباب يعني يتحرك بطريقة جميلة جدا. يعني ما نقوم به في الداخل يعني في الخارج كان ينقصنا اللي هو الإعلام، والآن يعني بحمد الله يعني يعني نتكلم في المساحة دي ونوري أعمالنا. دي طريقة جميلة جدا وأنا بشكركم فيها، وإن شاء الله تصل لشبابنا وشعبنا في الداخل، وبإذن الله تلتحم وتتوحد الجهود
معا في الداخل والخارج. إن شاء الله. شكرا لك أبو عفان، وهذا واجبنا طبعا نحن كإعلام، لا بد من متابعة وتسليط الضوء على خاصة ما يتعلق بالشباب. أبو عفان، قبل ما ندخل لملتقى الشباب الإريتري المستقل، أنتم في ألمانيا في شهر يونيو الفات بالذات مع أيام ذكرى الشهداء كان عندكم مؤتمر شبابي إريتري مستقل. قد أخذت المستمع في الصورة، ومن ثم سنعرج على الملتقى الشبابي الإريتري اللي كان في ستوكهولم قبل أيام. نعم، هو كذلك. وطبعا المؤتمر الشبابي ده ما بدأ الليلة، هو زي ما يقولوا تراكمات. يعني دائما الشباب كان يتحرك بطريقة أو بأخرى، وكان في يعني نوع من التوجس والخمول، وهذا زرعه النظام لفترة طويلة. ودائما كان يثبت بطريقة غير مباشرة النظام للشباب إنه الشباب لا يستطيع يعمل شيء محله، يعني مهمش الشباب بالقمع والعسكرية والخدمة الإلزامية والأبدية. ودائما الشباب يعني بالذات الشباب الأريتري كنا في حالة يأس يعني. والآن الحمد لله بعد الجهود وبعد التحركات يعني بدأ الشباب يعرف إنه في عاتقه واجب، وهذا الدور إسقاط النظام هو يعني بعد كل القوى وقبل كل القوى المعارضة هو دور الشباب. والدور ده كان مفقود صراحة، والشباب ما كان صامت، كان يتحرك وكان يرى دائما، كان يتوجس من شيء، دعني أكون معك صريحا. فكان دائما يقول من قبلنا لم يفعلوا شيئا فكيف نفعل شيئا. ولكن بحمد الله الشباب مع التكنولوجيا الحديثة والمتابعات الكثيرة بدأ يفهم ويستوعب أن هذا الدور دوره فقط، وهو أداة التغيير، هو من يسقط النظام. هذا واجب في عاتق كل شاب أريتري. وبدأنا نجتمع واجتماعات مكثفة، ومن ثم يعني قررنا أنه نعمل مؤتمر شبابي نجمع فيه كل شباب ألمانيا. وطبعا دائما قبل المؤتمر ده كل ما يقوم الشباب بشيء أو بغيره دائما كان في يعني النظام لم يتركه، كان يتابعه، وكان ينصب العمل الشبابي للتنظيمات، وكان يخوف بعد الشباب. يعني كان يقسم الشباب من حر مالي وبجهده يعمل شيء، وهو النظام عملاء النظام في الخارج ينسبون هذا العمل لتنظيم لا علم له بالعمل الشبابي، وكان يحبط بعد الشباب. فلذلك نحن قررنا انه بناء على رؤية الشباب انه نحن نبدأ باستغلالية الشباب فكريا وعمليا. ومن ثم هذا لا يعني انه نحن نعارض المعارضة وعندنا اختلاف معهم، لكن قررنا ان نعتمد على انفسنا، لانه هذا دورنا وواجبنا، وما عندنا اي خلاف مع القوى المعارضة او القوى السياسية. ولكن قلنا فليمهلون قليلا حتى نقوم بدورنا ونغرر مصيرنا ونختار قيادتنا الشبابية. وهذا الشيء يعني اتفقنا عليه. ومن ثم بدأنا بجمع الشباب في ألمانيا، وعقدنا يعني المؤتمر الأول، المؤتمر الشبابي في ألمانيا المستقل، ويوم 22/6. وكان شبابي بحت، يعني كان شباب، وحتى يعني احنا ما عندنا الفكرة او معرفة بالعمل النقابي والسياسي وكذا، ولكن في الوقت الحالي قضيتنا لن تتوقف يعني على من لا على الذين يعرفون السياسة والنقابة، لا، الآن نحن تحت قمع وظلم النظام، والنظام عمله ظاهر داخلا وخارج. قمعه لشعبنا داخل
ونحن كنا من المستهدفين. والآن قلنا يا جماعة لابد نعمل واجب. والحمد لله عقد المؤتمر يوم 22/6 ونناقش فيه أشياء كثيرة، يعني ناقشنا فيه قضايا شعبنا وسلطنا الأضواء على أمور كثيرة، وفي النهاية طلعنا برؤية إنه فلتستمر الاستغلالية مبدئيا، ولنبني قوتنا، وبالذات يعني ولنعمل على توحيد جهودنا، ولنخرج من العنصريات والتباعد الذي خلقه النظام وعملائه بين شبابنا، هذا من قبيلة كذا وهذا من قبيلة كذا، التفرقة. فلنوحد جهودنا، ونحن الآن في عالم متطور ومتحضر، فلنأخذ العبر منه، ولا يعني أن نعيش في نعرات الجاهلية ونحن في العصر الحديث. وبحمد الله يعني أكيد ما يعني المؤتمر كان ناجح بطريقة ممكن أذهلتنا نحن الشباب في حد ذاته، ما ترك يعني شيء لم يتطرق عليه بكل بساطته وبكل عدم معرفته. تناول أشياء كل ما في قلبه، كل من لديه شك أو عدم معرفة أو رؤية خاطئة يعني ناقشنا فيها بكل وضوح، وفي النهاية طلعنا برؤية واضحة اللي هي الوحدة بين شبابنا والعمل معا لإسقاط النظام بالطرق المتاحة. وهذا من أهم المخرجات اللي طلعنا بها من مؤتمر شباب ألمانيا المستقل. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. والله يعني أنا أهنيك مرة ثانية وأهني الشباب، وبعد هذا التوضيح الواضح أنا ما عندي حاجة أقولها إلا أن أبارك لهذا الشباب المتطلع، ولذلك أنت خطيت المستمع والمشاهد في الصورة تماما. أشكرك على التوضيح، وبهذه الرؤية سيأتي التغيير ما في شك، رغم كل المشاهد الغير مريحة الموجودة، لكن دائما هو الرهان على الشباب. طيب الآن خلينا ندلف إلى ستوكهولم اللي هو الملتقى الشباب الإريتري المستقل. هل كان امتدادا لعملكم أنتم في ألمانيا ومشاركتكم في هذا الملتقى؟ هل كان تمثيل لألمانيا بشكل عام؟ نعم، هو كان امتدادا لمؤتمر شباب ألمانيا المستقل. ونحن أنا ورفيقي أحمد عبد الله أحمد ذهبنا من هنا ممثلين شباب ألمانيا، وجينا نناقش في كيفية العمل مع أخواننا في السويد، وأن لا ندع الجغرافيا تفرق بيننا أيا كان. هذه جغرافيا، ولكن أريتريا تجمعنا قبل أن نأتي أوروبا، ولذلك علينا أن نعمل مع أخواننا في السويد. فالحمد لله شباب السويد كان أول من لبى يعني النداء الوطني، وأول من طبق يعني الرؤية الشبابية. وصراحة أنا ما أقدر يعني أوصف لك على شباب السويد، يعني شباب صراحة كان يعني شباب وطني يعني درجة أولى، شباب كان غيور، وشباب كان عنده تطلعات وآمال كبيرة جدا، وهدفه الأول والأخير هو إسقاط النظام وكيف نعمل لإسقاط النظام. والمؤتمر يعني هو كان يوم 27/7 واستمر اليوم تقريبا، وكان مؤتمر هو ملتقى شبابي يعني تفاكري، أو فلنقل عليه مؤتمر تمهيدي، ولكن بحمد الله كان ناجح أيضا. طيب وفي ما هي الأوراق اللي أو القضايا اللي نوقشت شنو أبو عفان عشان المستمع ناخذته في الصورة؟ أيوة، المؤتمر طبعا الملتقى نوقشت فيه أوراق عدة وقضايا عدة اللي هي يعني متعددة، اللي هي ماذا علينا أن نفعل، وكيف نتوحد، وكيف نعمل مع أخواننا الشباب
الموجودين خارج السويد، وكيف نتوحد شباب السويد نعم. وهذا الشيء طبعا برضو كان في يعني فرص متعددة للشباب في الملتقى، وكل كان يدلو بدلوه، والناس مبدئيا كانت تقول ملاحظاتها ورؤيتها كأفراد، ومن ثم يعني شافوا الشيء الأوسط اللي هم قرروا أن يختاروا قيادتهم الشبابية الذي تمثلهم ويعملوا معها، ونجحوا في هذه أيضا، واتفقوا أن يعملوا مع بقية أخوانهم في كل أنحاء العالم امتدادا لشباب ألمانيا المستقل. وطبعا نعم. هذا هو وكان برضو مشاركة من الرعيل ومن الإعلاميين وشخصيات شبابية مرموقة. طيب كيف ترى مشاركة الآباء يعني في مثل هكذا لقاء؟ هذه طبعا شيء مشرف جدا، ولكن دعني أكون صريحا معك. نحن بالمناسبة الشباب، أنا مبدئيا قلت لك في توجس من المعارضة صفة عامة، اللي هو في دور مفقود، والشباب طبعا يعني بالفطرة يرحب ويحترم كبيره شبابنا، ما عنده مانع. ولكن هو كان الآن هذا كان مؤتمر تمهيدي أو ملتقى يعني تفاكري، فلا بأس من حضورهم، ولا يمكن الآن الشباب أن يقولوا نحن لماذا لم نفعل كإخواننا في ألمانيا. فهذا طبعا فإن شاء الله في المؤتمر القادم اللي يجمع شباب السويد في فكرة مثل هذه، ففي هذا المؤتمر إن شاء الله الشباب يعني يدير نفسه ويكون شبابي، يعني الشباب تتكلم بلغة الشباب. ففي الرعيل والقوى المعارضة والإعلاميين لا بأس من حضورهم، ولكن الملتقى شبابي، فمن الأولى أن يأخذ الشباب الأولوية ويناقش، وهم يكونوا كمراقبين يحضروا. طبعا ما في مشكلة، والآن أيضا يعني لا بأس، ولكن أنا أتكلم يعني عن الشباب، عن بعض الشباب الذي قابلتهم بعد المؤتمر. كان في يعني بعد التوجس والتخوف من القوى المعارضة، ولماذا لم نعمل هذا المؤتمر لوحدنا وكذا يعني. فأنا أقول لهم لا تهتموا، وثقوا في نفسكم وفي قيادتكم، واعملوا معه وراقبوا بعدكم بعد. شكرا. نعم، الفكرة واضحة، الرسالة واضحة. أبو عفان في نهاية الملتقى تم انتخاب لجنة من 9 أشخاص، ويمكن يعني الناس طالبت بتهيئة الظروف الملائمة لوحدة الشباب. في تقديرك كيف يمكن أن يقوم الشباب بتهيئة أجواء ملائمة لهم؟ الشباب يستطيع، الشباب الآن يستطيع أن يهيئ يعني ظروف ملائمة له ولشعبه، إذا طبعا حتى القيادة يعني هي طبعا مسؤولية وعمل يعني بالمال والروح وكذا. فدائما نحن كل من ينتخب قيادي لا يفتكر نفسه يصنع من نفسه ديكتاتوريا مثل الديكتاتوريات التي تحكمنا، بل مثل الغرب، يعني فلنكون عمالا لشبابنا تحت أمرهم، يعني هم يأمروا ونحن نأخذ رسالتهم ونوصلها، فلا نأخذ حتى الموضوع القيادة الشبابية. ولكن الشباب، أنا كنت من اللجنة بتاعت الانتخابات، يعني الانتخاب المسقر للشباب، والشباب ذات كفاءات عالية، شباب اللي اختاروهم ممكن أعرفهم كأفراد، شباب ما شاء الله، يعني الله يوفقهم في عملهم، شباب ناضج جدا وواعي، وشباب مسؤول يعني، وشباب مهتم، يعني إن لم يكن أكثر من غيره ما هو أقل من غيره، ووفقهم الله
في توحيد جهود شباب السويد وتطلعاته، وعليهم أنا أوصيهم أن يقوموا بدورهم يعني يحاولوا يجمعوا الشباب في أسرع ما يمكن ويقوموا بالواجب، ولكن لا خوف يعني منهم، يعني شباب ما شاء الله، يعني شباب مشهود لهم. طيب عزيزي المستمع، في ختام هذا اللقاء مع الشاب عثمان ود حجاج من ألمانيا بعد مشاركته في ملتقى الشباب الإريتري المستقل في السويد، نحن في خواتيم هذه المقابلة. أنا عايزك توجه رسالة إلى الشباب الإريتري الموجود أوروبا، أمريكا، أستراليا، في الداخل، الشرق الأوسط، إفريقيا وكل عموما. ما هي الرسالة التي تود أن توجهها إلى الشباب بهذه المناسبة؟ نعم والله أنا أوجه رسالة للشباب أن لا يشوفوا نفسهم أقل من غيرهم. كل القيادات التاريخية المعروفة كانت في أقل من عمرنا، وحتى الآن يا جماعة يا أخوان الشباب ما نحتقر نفسنا ولا نشوف نفسنا، نتحرر من الأفكار اللي زرعها فينا النظام، اللي هي أنتم ما تعملوا شيء. يعني فلنقل نعم نحن نستطيع يا أخوة، ما في أحد أفضل منكم. أنتم نحن خلقنا الله، لم يخلقنا إسياس، وإسياس خلقه الله. كل القيادات في العالم اللي شايفينها منكم مؤهلاتكم أكثر منا، ونحن يعني دفعنا فاتورة غالية، أباؤنا دفع فاتورة غالية، ولكن اليوم يعني نحن لم نقم بواجبنا الأصيل. فلنتحرر من القبليات والعنصريات الضيقة والأشياء اللي دائما تفرح النظام. يا أخوة نحن الآن يعني فإذا قالوا لنا ما هي الآن ما عندنا الشهادات. الشباب البسيط اللي كان أداة يعني يستخدمها النظام في قمع الشعب في الداخل والخارج هو الشباب اليوم اللي موجود في الخارج. فلنقل لهم، فإذا سئلنا عن شهادة أو علم وكذا فلنقل شهادتنا أم أضاعت ابنها، شهادتنا شعب مقموع. نحن الآن لم نشتغل لمناصب أو مكاسب سياسية، عندنا منادي، عندنا شعب ينادي، شعب يستغيث. فلنغز شعبنا يا أخوة ولنتوحد لأجله ولو لمرة. نحن لم ما هو من أولوياتنا أن نضع قائدا وكذا، نحن أولوياتنا إسقاط الظالم، إسقاط النظام الظالم. وإذا أتى بعد سياسة فورقي رجلا ديكتاتوريا، هذا أيضا إن كنا شباب من واجبنا أن نسقطه. فلا نقول نحن فلنقف ضد الظلم أينما كنا، فهذا واجب يا أخوة. وشبابنا الموجود في بقية أوروبا الآن عليكم أن تلبوا هذا النداء وتعملوا يا جماعة. فلنتقبل بعدنا البعث. دائما أنا أقول حتى القمر له جانبا مظلم، الكمال لله، كلنا فينا بعد النقصان، ولكن عندنا هدف واحد ورؤية واضحة، وهي إسقاط النظام الذي قمع الشعب من التسعينات والقيادات الوطنية. فهذا الشيء دورنا، فلنتصدى له. وإن لم نتصدى فسياس يستمر، وكل سيأتي بعد سياس ديكتاتوريا وغيره. إذا أردتم إسقاط النظام علينا أن نوحد أنفسنا ونأطر أنفسنا يا أخوة، ونعمل معا جنبا إلى جنب. عمره العمل الفردي لم يؤتي ثماره، فالثمار موجودة في وحدتنا. أنا بشكرك حبيبنا وعزيزنا الغالي الشاب عثمان ود حجاج من السويد، من ألمانيا عفوا، لحديثك لإذاعة إيرنا الدولية حول مؤتمر شباب ألمانيا المستقل في ألمانيا، وكذلك الملتقى الذي التأم في السويد، ملتقى الشباب الإريتري المستقل. نحن حاولنا نشمل الملتقيين لأنه الهدف واحد والقضايا وحدة. باسم كل المستمعين لا يسعني إلا أن أحيي عبرك الشباب الإريتري المتطلع، وإن شاء الله نلتقيك في مزيد من النشاط الشبابي المستنيرة. أعزائي المستمعين، هذه تحياتي محدثكم أحمد شريف في نهاية هذا اللقاء،
وتحيات الزملاء فتحي عثمان وبنيام سمعون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه إذاعة إرنا. أهلا وسهلا بكم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل مجددا، وأعيد لكم التنويه الذي أوردناه في صدر برنامجنا لهذا اليوم، وهو إعلان عن توقف برنامج تعليق على الحدث، والذي يبث كل يوم اثنين ولمدة شهر كامل حتى بداية شهر سبتمبر المقبل، بينما يستمر برنامج متابعات يوم الأربعاء وبرنامج نافذة ثقافية يوم الجمعة من كل أسبوع. وقبل الختام أعيد لكم موجزا لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. أوامر بلدية بإيقاف معامل تعبئة المياه في إريتريا. تفيد مصادر إذاعة إرنا من الداخل بأن إدارة البلدية المحلية أصدرت أوامرا بإيقاف مصانع تعبئة المياه من العمل، ولم تحدد المصادر أسباب المنع أو المدة الزمنية التي يسري خلالها. إدانات واسعة لقتل الأطفال بمدينة الأبيض السودانية. أدان صندوق الأمومة والطفولة التابع للأمم المتحدة اليونيسيف استخدام الرصاص الحي في قتل أطفال المدارس في يوم الاثنين الماضي في مدينة الأبيض السودانية. كما أدان المبعوث الأفريقي إلى السودان محمد الحسن واللبات نفس الأحداث، وقال أن الاتحاد الأفريقي يرفض بشدة ممارسات القتل ضد المحتجين السلميين، مشيرا إلى ضرورة تقديم الجناة إلى محاكم عادلة حتى ينالوا عقابهم. وأخيرا ارتفاع معدلات الفقر في مصر. قالت الBBC في خبر لها من القاهرة بأن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أعلن عن ارتفاع معدلات الفقر في البلاد لتصل إلى 32.5% من عدد السكان الإجمالي بنهاية العام المالي 2017-2018 مقابل 27.8% لعامي 2015-2016. كان هذا مستمعي ومستمعات الأفاضل موجزا لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وأذكركم أيضا في الختام بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم في حلقة جديدة من برنامج متابعاتي والبرامج الأخرى لإذاعة إرنا. لكم تحيات زميلي أحمد الشريف ومحدثكم فتحي عثمان وزملائي في الاستوديو الرئيسي في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرنا.